السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم ذهب فاشيون. فيديو جديد تحت الطلب ديالكم، الموديل طلبتوه ليا من قبل. كنعتذر على التاخير البنات بسبب ظروف صحيه، الله يشافينا جميعا يا ربي. واخا بقى شويه عيانه، ولكن قلت علاش لا ما نشاركش معكم الفيديو، ما نخليكمش تسناو اكثر. وحتى نتوما بالدور ديالكم ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك للقناه، ما تنسونش بالدعم ديالكم، خليو لي التعاليق والراي ديالكم كيهمني بزاف. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات، بالنسبه للكميه اللي غادي نحتاجو لهذا الموديل ديال القماش، عندي 3 متر ونصف. كيف ما كتشوفوا البنات، راني خديت الثوب وطبقته على 2، من بعد على 4. غادي نقاد القماش وغادي نرجع معكم من بعد. بعد ما قاديت القماش نبداو على بركة الله. اول حاجه خديت الطول الكلي، عندي فيه متر و45 سنتيم، وغادي نقطع وغادي ندوز مباشره. غادي نحط المقاسات هنا، غادي نقاد الحافه ديال القماش على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نحط النصف ديال الكتفين، عندي فيها 20 سنتيم، وعندي في الرقبه 8 سنتيم، مية الكتف ب3 سنتيم. وبالنسبه للدوره ديال الخلف، الرقبه ديال الخلف، نزلت ب2 سنتيم، عندي في التركيز 20 سنتيم. بالنسبه لهاد المقاس تاع البنات نتوما كتحكموا فيهم كيف ما شفتوا في الموديل، راه كيجي الفستان لاصق على الجسم. بالنسبه للاخوات المحجبات يعني غادي تاخذوا غير لاباز، وانتوما غادي تحكموا في المقاس ديالكم، غديروا التوسيع اللي غادي يناسبكم. هنا البنات عندي في الربع ديال الصدر 31 سنتيم، طلعت ب4 سنتيم، وغادي نقسم هاد المسافه على 2. من بعد غادي نقاد الحردة الابط. كيف ما قلت لكم البنات، غتزيدوا المقاس ديال الخياطه والمقاس ديال الخياطه، حيت الفستان غادي يجي مفتوح من الامام والخلف. هاد القضيه ما تنسوهاش. في الطول ديال الحزام درت فيه 40 سنتيم، والطول ديال الارداف درت فيه 60 سنتيم. الربع ديال الحزام عندي فيه 28 سنتيم، وبالنسبه للربع ديال الارداف عندي فيه 34 سنتيم. يعني كل اخت غتحط المقاسات ديالها، وكيف ما قلت لكم من قبل نتوما غتحكموا واش يجيكم نفس الموديل، يعني المقاسات مضبوطين على الجسم، ولا غادي نديروا التوسيع. هنا البنات دخلت ب10 سنتيم، وهنا غندير 15 سنتيم. بالنسبه للبنات هاد المقاسات راه كيتغيروا، يعني ماشي يعني اي مقاس غتدخل ب10 سنتيم وغدير هنا 15 سنتيم. هذه بالنسبه للمقاسات الكبار. بالنسبه للمقاسات الصغار دخلوا غير ب8 سنتيم، وهنا غديروا 13 سنتيم، 12 سنتيم كافيه باش غتقادوا هاد التقطيعه هذه. وهنا غادي تميلوا الخط على هذا الشكل، غادي تقوروه الحد ديال هذيك 10 سنتيم، وغتسيلوا بالخط مباشره حتى الاسفل على هذا الشكل هذا البنات. ومباشره غادي نقطع ونرجع معكم من بعد. من بعد ما قطعت غادي نشق الامام والخلف على هذا الشكل هذا. علاش قلت لكم من قبل البنات ما تنسوش ملي تزيدوا المقاس ديال التوسيع غتزيدوا واحد 2 سنتيم، خاصه بالخياطه اللي غتمشي، يعني غتمشي لكم في هاد القطعات. هادشي اللي كاين البنات. من بعد غادي نحيد الخلف وغادي نقاد الامام.
عندي في الرقبة 8 سنتيم، وغادي نقص 1 سنتيم من جهة ديال الكتفين، ومن بعد غادي ندخل بسنتيم ونصف، وغادي نقاد الحردة ديال الابط على هذا الشكل، وغادي نقطع ونرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد غناخد الثوب اللي بقى ليا، يعني على الطول ديالو غادي نتنيه على 2، هو محلول على هذا الشكل هذا. غناخد هذاك المقاس اللي بقى ليا غنتنيه على 2 على الطول ديالو، من بعد غنطبقو على 4، غيجي على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نحاول نخلي المقاس اللي غادي يقدني في الاكمام، يعني الثوب اللي بقى ليا غادي نخرج منه الاكمام والقطع اللي غادي يجيو في الجانب على هذا الشكل هذا. هنا خليت 23 سنتيم الاكمام، وبالنسبه الإفازير عندي فيها 50 سنتيم. انا غادي نقطع هذاك القماش اللي غادي نستعمله باش نفصل به الاكمام، وغناخد هاد القطع غنخليهم مطبقين على 4 على هاد الشكل هذا. الجهه المفتوحه هي اللي غادي نطبق عليها، يعني هي اللي غتكون عليها القطعه، والجانب الاخر غادي يكون مسدود كيف ما شفتوا البنات. هنا غنخلي في الاسفل واحد 2 سنتيم، حيت ملي كتبغيو تخيطوا كتجي القطعه يعني قافزه. ضروري البنات بالنسبه لهاد القطع او ملي كتقطعوا القطعه ديال البرانسيس دائما القطعه تكون زايد فيها 1 سنتيم ونصف حتى 2 سنتيم، حيت ملي كتلاقيو دائما القطعه اللي كتكون لاصقه كتجي يعني كتجي قصيره. انا البنات بعد ما قاديت حيت غير هذيك الحافه ديال القماش، وحطيت القطعه ديال الامام وطراسيت عليها على هذا الشكل هذا، ومن بعد غتصلوا بخط بهذه الطريقه هذه. تما في غادي نديروا الكشكاشه، وهنا غادي يكون مسدود وهنا غادي يكون مفتوح، وفي الاسفل خليت 2 سنتيم. ومن بعد غادي نقطع. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه باش فصلت هاد القطع. ومن بعد غادي نحل حيت هاد المكان هذا مسدود غادي نحيد 1 سنتيم، وغيجيوني القطع على هاد الشكل، يعني من الجوانب غيكون مسدود، وفي غتكون الملاقيه ديال الخياطه هي اللي غتكون مفتوحه. وهنا غادا تكون الكشكاشه على هذا الشكل. نتمنى تفهموني. غادي نوريكم كيفاش غتجي القطعه ملي غادي تخيطوها. كنحاول نشرح لكم البنات بالنسبه للاخوات المبتدئات باش يفهموا الطريقه مزيان. كتجي على هذا الشكل، وهذيك المسافه اللي زدنا هي اللي غتكون فيها الكشكاشه فقط، يعني غتزيدوا الكشكاشه في هذيك القطعه اللي زدنا فيها اللي زدناها عفوا، هي اللي غتكون فيها الكشكاشه وغتخيط على هذا الشكل. وهذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى تفهموا الطريقه. من بعد غادي ناخذ هذاك القماش اللي بقى ليا غادي نفصل به الاكمام، راه مطبق على 4. هنا غادي نقاد غير الثوب، وغادي نحط المقاس اللي هو 23 سنتيم، ونزلت في راس الكم ب 13 سنتيم. غنقسم هذه المسافه على 2، من بعد على 4. غادي نطلعو بسنتيم وغادي ننزلو بسنتيم، ومن بعد غادي نقادوها على هذا الشكل. انا كنخلي واحد 3 سنتيم، ومن بعد غادي نقادو هاد التقويره. عندي في الطول الكلي 64 سنتيم. هنا عندي 17 سنتيم، وكيف ما شفتوا في الموديل البنات راه كيجي الاكمام كيجيو لاصقين، وكيجيو حتى يعني الدوره ديال الاسواره ديال الاكمام، وكيجي شويه
يعني فيهم واحد الكلوش خفيف. هنا نزلت ب5 سنتيم، وغادي نحط النصف الدورة ديال الدراع عندي فيها 21 سنتيم. انا غنقسم المسافة على 2، او غتنزلوا ب35 سنتيم اللي هي الطول ديال المرفقين. وغناخد المقاس. ضروري البنات ما تاخذوا المقاس ديال الدورة ديال الذراع ديال الدورة ديال المرفق، وباش ما يجيكمش الكم يعني مشنق، يعني مبقاش تقدري تحركي يدك يعني. وهنا البنات بعد ما خديت المقاس من هاد المسافه هادي غادي نخرج على هاد الشكل باش غادي يجينا نفس الموديل بالضبط. هنا عندي 24 سنتيم، غيجي على هاد الشكل هذا. ضروري البنات ما تعبروا الدورات على هاد الشكل باش ما يجيكمش الاكمام كيف ما قلت لكم مشنقين. بالنسبه لهاد الموديل البنات اللي لابسه المانكان، راها خادمينه بواحد القماش اللي مطاط، يعني فيه واحد المطه اللي واحد ليكرا اللي كثيره، يعني علاش مخدوم سليم بزاف. هادشي اللي كاين البنات. هنا بعد ما كملنا الفصاله ديال الاكمام، غادا نفصل التبطين ديال الرقبه ديال الامام والرقبه ديال الخلف، وغادا نكون كملت معكم هذا الموديل. نتمنى يكون الشرح ديالي يعني مفهوم، بالاخص الاخوات المبتدئات. ما تنسونيش بالدعم ديالكم باللايك، بالاخص لايك البنات. دائما 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 كنقول لكم ما تنسوش ليا اللايك، راه كيطلع الفيديو كيعاونني شويه باش كيطلعوا ليا الفيديوهات، ونزيد انا حتى انا بالدور ديالي ننزل لكم كل مره موديل جديد. وما تنسونيش بالاشتراك والتعاليق ديالكم محفزه، والتطبيقات ديالكم خليوها لي في التعاليق. راه ملي كتنزلوا ليا بانكم طبقتوا الموديل ونجح معكم كتفرحوني، وكنزيد يعني كنزيد تشجعوني بزاف باش نزيد نشارك معكم عده موديلات. وهذا الشيء اللي كاين البنات غنخليكم مع الطريقه ديال الخياطه. راه الفستان طلع رائع، غتشوفوه في النهايه ديال الفيديو. والطريقه ديال الخياطه راه ساهله. اي سؤال مرحبا خليوه ليا، راني كنجاوب على جميع التعاليق. ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي، والله يخلينا على خير جميعا.